بعد ما خسيت محدش بقى عارف يكلمك دلوقتي. كلمه صح كده في الغرة ايه دلوقتي؟ شايفين وشك منور ما شاء الله. شكر خاص لرجال الامن والشرطه لتعاون النداء معنا وقف ذكر سياده العميد حسن الليثي مأمور قسم عابدين متكامله لاعمال النظافه والتجميل التي قامت بها خارج الاسوار. اخيرا اخواتي واخواتي الافاضل، نرفع معنا الدعاء لله القادر على كل شيء ان يعم السلام والمحبه والعدل في العالم اجمع وخاصة الشرق الأوسط، وكل عام ونحن جميعا بخير وسلام، وشكرا لكم جميعا وتحيا مصر. 74 عاما على بدء مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما. بلا شك انها مسيرة طويلة وثرية بكل ما تحمله من ايجابيات وتعظيم وتشجيع وتكريم لصناع الفن الهادف والراقي الذي يعبر عن هويتنا المصرية والمتغيرات التي تطرأ على واقعنا ومجتمعنا مختلف مصرنا سواء سياسيا أو اقتصاديا أو غيرها. تبقى رسالة السلام والمحبة التي يحملها المركز الكاثوليكي للسينما على عاتقه منذ نشأته هي محور اهتمامه. فرانسيس الأسيسي منذ أكثر من 8 قرون من خلال رسالة نشر القيم الإنسانية النبيلة التي devant Dieu. Comme chaque année, seront récompensées ce soir des personnes qui contribuent au rayonnement culturel et humain, non seulement de l'Égypte, comme grand pays chargé d'histoire et de culture, mais surtout d'une civilisation d'harmonie, d'unité et de construction permanente d'une société pacifique et fraternelle qui continue à rayonner dans toute la région et dans le monde. ولعائلاتهم وأؤكد لهم دعائي، كما أتقدم بالشكر للجنة التحكيم والمركز الكاثوليكي المصري للسينما وعلى رأسهم الأب بطرس دانيال مدير المركز. صعبة جدا، انا بشكركم وبحسدكم على القدرة العظيمة دي، واسف على اي رسالة السيد الرئيس اللي ظهر قبل كده وقال انه حزين بمستوى الدراسة والحكومة في اعوام سابقة، وهو يقدم من اعمال لم يرضى عنها. اقول للسيد الرئيس انا بشتكيك اذا كان زملائي من المبدعين يفرقوا انهم يشتكوا ما عندهمش فرصه انهم يشتكوا، انا بواجه رسالتي ليك وواثق انك تقدر الفكر وتحترمه وتقدر ان ترفع هذا الظلم ليستمر مسيره الابداع لعدد كبير من كتاب الدراما اللي قسموا الشاشه باعمال عظيمه خالده خلال الشهر. اشكرك. يوسف مظلوم، لفريد المزاوي، للاب بطرس دانيال، كلهم كانهم شخص واحد لفتره طويله جدا من الزمن. انا بحييهم وبدعو ربنا ان كل الناس تبقى على الاقل نص الناس دي عشان فعلا تفضل الثقافه السينمائيه في وعي كل المصريين. شكرا جزيلا. أبونا بطرس دانيال، أنا أشكرك بهذه الجائزة وبقول له متشكرين وربنا يديم المحبة على طول. والسلام عليكم ورحمة الله. بعد حاجة مش هقدر عليها كده. شخصيا والله يعني مفيش سنة انت بتنساني. شكرا للتقدير، شرف كبير جدا ليا ان انا اخد بالي من المركز الكاثوليكي. احب ان انا اشكر اسرة الشمسية وبحب وفي أجمل الأمنيات وفي